بص، اعلان بنك مصر السنه دي بتاع تامر عاشور، واحده تانية معاه مش فاكر اسمها ايه، بس تامر عاشور يا جدعان انا ما بحبش اغاني تامر عاشور. انا بحبه شخصيا، يعني هو صديقي، انا بهزر طبعا، ولا هو صديقي ولا اعرفه اصلا. لا، انا بحب تامر عاشور شخصيا، بس انا ما بحبش الاغاني بتاعته او نوع الاغاني بتاعه. يعني ما بحبش الاغاني الرومانسيه، وخصوصا الرومانسيه الحزينه، مش ناقصه مش ناقصه يعني. فالموضوع في الاول في الاخر، يعني من الاخر عشان نجيب من الاخر، عشان الكلام يبقى فاخر، انا ما بحبش النوع ده من الاغاني. فعلى العموم اعلان بنك مصر السنه دي بتاع مذهل مدهش بتاع تامر عاشور جايب مشاهدات اكتر من المشاهدات بتاعه الاغاني اللي بقالها سنين بتاعه العسيلي. طبعا العسيلي خلاص بقاله سنتين ما بيشتغلش. شيرين عبد الوهاب عملت اغنيه يا معافر، واحمد سعد عمل اغنيه بعدها، والنهارده تامر عاشور تقريبا البنت اللي معاه اسمها نوران ابو طالب. الاعلان جميل بصراحه. انا بحب اعلانات بنك مصر، انا بحب اعلانات واغاني بنك مصر. يعني الاعلان كاغنيه تمام، وككليب ملوش حل حرفيا. يعني انا بحب النوع ده من الاغاني، يعني بجد بحب النوع ده من الاعلانات، بحب النوع ده من الكليبات بصراحه. يعني كليب جميل واغنيه حلوه، يعني سمعتها 20 مره، جايبه مشاهدات كتير جدا. طبعا عرفتها طبعا عن ايه؟ عن طريق الاعلان. جالي اعلان وانا فاتح اليوتيوب، وجالي اعلان فعرفته، ولقيت وبرضه بالصدفه لقيت ناس كتير مشيره لقيت ناس منزلاها حالات عندي على الواتس، فلقيتها موجوده، وفي حد بعت لي اللينك على الواتس. فانا دخلت، ما كنتش عايز اسمعها من الاخر، لان طبعا تامر عاشور يعني ازاي هيغني اغاني تحفيزيه واغاني تشجيعيه، وعملها جامد بصراحه. غريب في الموضوع ان هم مش كاتبين اسم كاتب الكلمات او مؤلف الكلمات او الشاعر الغنائي اللي مؤلف وكاتب الكلمات، مش عارف ليه بصراحه. كاتبين اسامي كل حاجه، الموزع والملحن وشركه الانتاج والميديا هاوس وكل حاجه. ناقص يكتبوا الناس اللي مصورين والناس المخرجين وخلافه، بس مش كاتبين اسم المؤلف او الكاتب او الشاعر الغنائي اللي مؤلف وكاتب التحفه الفنيه دي.